دكتور أحمد، الحاجات دي معانا في السنة الجديدة ولا مش معانا؟ أول حاجة حليب الشوك. حليب الشوك معانا للوقاية من تليف الكبد، إنها مش معانا كعلاج للكبد الدهني. طيب أدوية القولون؟ أدوية القولون مهم جدا الرجوع للدكتور أو الصيدلي الموثوق عشان نطمن على مدى ملائمتها للحالة بتاعتنا، إنما مهم جدا يبقى معانا البروبايوتكس ويكون معانا كمان الفايبرز. الأمهات تقطع الفاكهة في اللانش بوكس؟ لا طبعا ما تقطعش الفاكهة في اللانش بوكس، وقلنا عشان ده بيخلي يحصل أكسدة لكل المعادن اللي موجودة في الوقت نفسه، زيادة النمو بتاعة الفطريات والبكتيريا عليها. نفطر حاجة مسكرة؟ لا طبعا، كل ما هفطر حاجه مسكره كل ما يحصل عندي شوجر رش وارجع تاني اجوع بسرعه، فالافضل ناخد حاجه يكون الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل زي ما حكينا قبل كده عشان مستوى السكر يفضل مظبوط لفتره اطول. طب العيش الفينو للأطفال؟ العيش الفينو لا كبار ولا صغيرين ولا اي حد ولا ناكله خالص. إننا نسهر بالليل؟ ما هو السهر ده ليه حدود، يعني لحد 11 بالليل ممكن نقول موضوع اكسبتبل، بعد كده طالما ما فيش اي سبب يفضل ننام في ميعادنا عشان نقدر نصحى مظبوط ونظبط السيركيديان ريزم او ميعاد النوم والصحيان الطبيعي، وبالتالي الهرمونات اللي جوه جسمي الميلاتونين والكورتيزون يتظبطوا، فالجسم يحس ان هو مرتاح وكل حاجه تتصلح بعد كده. تبعد عن الدهون خالص وأنت بتعمل دايت؟ الدهون مهمه جدا برغم ان نسبتها معايا في الدايت ما بيزيدش عن من 10 ل 30%، انما جسمي ما ينفعش يستغنى عنها، بالذات الدهون الغير مشبعه زي زيت الزيتون وزي المكسرات وزي طبعا زيوت السمك والاوميجا 3 EPA والدي اتش اي، فوائدهم كبيره جدا جوه الجسم، ما ينفعش نمنعها نهائيا لان الحاجات دي جسمي ما بيصنعهاش. مشروبات الطاقة؟ مشروبات الطاقه اما اتكلمنا عليها قلنا ناخد بالنا انا محتاجها ولا لا، ممنوع استخدامها بشكل فيه افراط، ويفضل تكون للرياضيين بس على اساس ان هي بتساعد على انتاج الطاقه من العضلات بشكل كويس.